بشرى سارة لكل مستثمرين في النخيل السيوي في مصر. النهارده كيلو التمر السيوي فتح على 45 جنيه. يعني النهارده كيلو التمر بدل ما كنا متوقعينه في دراسات الجدوى بتاعتنا على 30 جنيه، النهارده الكيلو سعره 45 جنيه. يعني انت النهارده لو عندك فدان سيوي بيجيب لك حوالي 10 طن، العائد بتاعه كان 300 ألف جنيه، النهارده في زياده 50% على العائد في الفدان الواحد. يعني النهارده العائد على الفدان الواحد حوالي 450 ألف جنيه. ليه؟ لأن السيوي ده سلعة استراتيجية، تمر السيوي سلعة استراتيجية، سلعة الشعب كله، سلعة استهلاكية كلنا بنستهلكها وكلنا بنحتاجها. التمر السيوي أسعاره في السوق كل يوم في تزايد مستمر، وإنتاجيات التمور بتاعته بسم الله ما شاء الله بتبقى عالية في النخلة وفي الفدان، فده بيخلي السيوي حصان كسبان. والنهارده شركه بشاير بتكسب الرهان، لان احنا النهارده في دراسات الجدوى بتاعتنا بنقدم لك ان سعر الكيلو للتمر السيوي 30 جنيه، وفي الحقيقه على ارض الواقع سعر الكيلو 45 جنيه. يبقى احنا هنا في دراسات الجدوى بتاعتنا ما بنقدمش ارقام وخلاص، ما بنقدمش ارقام عاليه عشان نطمع المستثمر او نحبب المستثمر في لا، احنا بنقدم اسعار واقعيه من على ارض الواقع، بل بالعكس اقل من ارض الواقع شويه. والف مبروك للمستثمرين السيوي في مصر.